تعال اسمع. عبد الشافي صادق جوميز راجع للنادي الاهلي. ده كلام عادي حتى الان. لكن الكلام اللي مش عادي ان هم ابو سليمان او الوكيل اعمال جوميز اتكلم على عوده جوميز الى الدوري المصري من بوابه النادي الاهلي. فالكلام اللي بيحصل في الكواليس، جوميز مدربا للنادي الاهلي في الموسم الجديد. كولر ده اخر موسم ليه، وبدا الترويج ان هو عامل مشاكل ومع النجوم وازمات كتيره، ولما على لجنه التخطيط مع اداره النادي، فبداوا يمهدوا الطريق. طب مين البديل؟ البديل اللي اتعمل له كوبري عشان يرحل من الزمالك، بس الزمالك يعني السبب في الطعم ان هو مجلس الزمالك عفوا انه تاخر في تسديد راتبه 3 شهور مستحقات اللاعبين، فادى فرصه عشان يتاخد جوميز يبقى كوبري، يبقى كوبري في الفتح السعودي ويرجع يعود ثم مره اخرى الى الدوري المصري. لكن المره دي جوميز هيعود الدوري المصري حسب كلام وكيل اعماله. الوارد جدا ان هو وكيل اعماله قال لك وارد جدا يرجع النادي الاهلي ويدرب النادي الاهلي، فاحنا بناخد الكلام ده ونحلله. وكيل